المغرب خرجت، انسحبت من الميدان، انسحبت من الميدان، دارت ضغوطات على الحاكم، ولكن بعد عدلوا النتيجه وفازوا بكاس افريقيا. اليوم الكاف انايا بالنسبه لي راهي محتله. يا سلام، بهكذا لعبة عودوا إلى الجزائر، لا نريد شيئا. يفعل عادل بولبينا ويسجل صاروخ، أجمل جول في تاريخ كأس إفريقيا. الله خليني مبالغة، فعلها عادل بولبينا في الأنفاس الأخيرة. جد حلول ليست حلول ترقيعية، بل حلول دائمة للاتحاد الافريقي لكرة القدم. اين كأس افريقيا للسيدات؟ لم تجد. الى اين نحن ذاهبون بهذه القرارات العشوائية وذات لا مصداقية؟ شوف ميدو، نولي القرار اللي داروا الاولاني الاتحاد المغربي لما قال باللي خروج السنغال اولا، انسحاب السنغال اولا. الانسحاب ماهوش كل اللاعبين اللي خرجوا، نتفاهموا، كانوا خارج الفريق قاعد في المستطيل الاخضر وبعد اللاعبين الاحتياطيين، والوقت ما تعداش 15 دقيقه، 12 على ما اظن، 13 دقيقه. الحكم ما صفرش نهايه 15 دقيقه خلاص. نولي 76 ميدو، ربما ما شفاوش انتم 76 لا غيني مع المروك، ولو هذاك الوقت امين ما كاش دومي فينال، سيتي ان تروك دو شامبيونا. وي لحقوا اللي يفوز بالمقابله هذيك يدي كاس افريقيا. المغرب خرجت، انسحبت من الميدان، دارت ضغوطات على الحاكم، ولكن بعد عدلوا النتيجه وفازوا بكاس افريقيا. اليوم الكاف انايا بالنسبه لي راهي محتله اولا من الفيفا. لما تشوف ردة فعل انفانتينو في كيفية تضييع ابراهيم دياز للكرة الهدف، انت تعرف ألف شيء. انفانتينو داير واش يحب في موتسيبي، يغير له لي دات تاع لا كوب دافريك، يغير له كل شيء. انا ما شفتش انفانتينو قدر يدير ضغط على اليوفا ولا على الكونكاكاف ولا حتى الاتحاديه الاسيويه. نعم. ما يقدرش، ولكن يدير واش يحب في افريقيا. هنا اليوم انا نطلب من اتحاديات كره القدم الافريقيه تنسحب، ما تلعب حتى مقابله طونك مازال موتسيبي تما. نزيد نعطيكم مثال عوديه فقط، اعود لك بمثال اخر. نهائي كاس رابطه ابطال افريقيا 2019. نعم. الوداد البيضاوي انسحب من اللقاء، والحكم صفر نهايه المباراه لأن الوداد لم يعد. نعم نعرفها الحديثة. وتوج ترجي. بعدها الاتحاد الافريقي نفس الممارسات، وكانوا من يشتغلون على مستوى لجان القوانين في الاتحاد الافريقي يملكون صله بكل شيء الا بالقانون، وكانهم جيء بهم من اعمال اخرى وتم منحهم ملفات لدراستها. الاتحاد الافريقي كان قرر سنه 2019 باعاده المباراه، الترجي التونسي توجه للطاس والطاس حكمت بتتويج الترجي التونسي. او حتى توقيت ميدو، حتى توقيت افريقيا قد اضطهدت. لما استعمل مصطلح الاضطهاد يعني عنده صله بالعرق والدين واشياء. اضطهدت مش في الرياضه، افريقيا اضطهدت سياسيا. نعم. والان من خلال الرياضه التي يريدون بكل طرق تسييسها، ارادوا ان يروا الافريقي والكره الافريقيه في الحضيض، ولقد نجحوا في ذلك، والتاريخ سيشهد. سواء موتسيبي او لقجع، لما نقول لقجع يعني ما يقوم في الدواليب وفي الكواليس، سوف يشهد هذا العار، سوف يشهد التاريخ عليهم إلى يوم الدين. لأنه نعلم جيدا أن الكرة الإفريقية وحتى الآسيوية، الكرة في حد ذاتها لم تعد رياضة وفقط. نعي جيدا أنه أصبحت فيها من الدبلوماسية الرياضية والسياسة الرياضية وأشياء من هذا القبيل، ولكن أن تخرج إلى العلن بقرارات لا تمت لا للمصداقية وقرارات عشوائية، ويمكنني القول حتى أنها قرارات تعسفية في حق القارة في حد ذاتها، وفي حق المنتخبات في حد ذاتها، وفي حقنا نحن لأننا ساكتون على الأشياء المماثلة. إلى متى يضطهد الإفريقي سواء رياضيا أو حتى لما نقول الإفريقي يعني عامة وليس فقط في سلك الرياضة؟ فلهذا آن الأوان. الجزائر معروفة بقراراتها وأنها لا تنتمي إلى قرارات سيادية. لو لم تكن القرارات السيادية لم تكن النظرة الاستشرافية، وكنا قد نحن من الأورغانيزاسيون، يعني كنا درنا كأس إفريقيا، تنظيم كأس إفريقيا. لو لم تكن القرارات السيادية لكنا قبلنا لما المغرب لم يريد أن يستضيف كأس إفريقيا للسيدات، لو استضافتها الجزائر. فقرار الجزائر ثابت وسيظل ثابتا
نعم أمين بن شابر. بينما في كل هذا اللغط كله السنغال يعيش في عالم آخر. أعطينا لافيش التي وضعتها الاتحاد السنغالي بشأن مباراة البيرو يوم 28 مارس. سيتم إقامة حفل فني للاحتفال باللقب في ملعب فرنسا. هاي Sénégal Pérou, le grand rendez-vous des Lions champions d'Afrique, avec les participations de Youssou N'Dour ou Bouba. Le 28 mars 2026, 14h, ouverture des portes, Stade de France. دعوة مفتوحة للجميع. دعوة هانية مثل ما يقال بالعامية، دعوة هانية والبطيعهم. المنتخب السنغالي يعيش في عالم آخر، وبعد قليل سنتطرق إلى الاسطوريات والمنشورات التي نشرها لاعبو المنتخب السنغالي، وما قاله ديدي دروغبا وما قاله نجوم القارة السمراء ممن صنعوا تاريخا للاعب الإفريقي وللكرة الإفريقية هنالك في أوروبا. سنتحدث عن ما قاله كاراغار أيضا، روني وكل هؤلاء اللاعبين الذين يحتقرون كأس إفريقيا. أمس كاراغار قال نحن على حق فيما كنا نقوله بشأن كأس إفريقيا. أعطوا الحق لكل. نعم. كارثة. قلت لك حتى توقيت. شوف هذه تغريدة صاديو ماني يقول لك ليماج فو ميل مو. نعم. صورة تمثل 1000 كلمة. قال لك the world knows the true champions. قال لك العالم يعرف الأبطال الحقيقيين. نعم. يعني وهذا صاديو ماني وعنده الحق. صاديو ماني الذي كان له الفضل الأكبر أيضا في تتويج المنتخب السنغالي. قلت لك شوف حتى اختيار الوقت من أجل إصدار بيان الاتحاد الإفريقي. أنت عندك النهار بطوله، دير البيان في الليل في وقت وين كان العالم كله يتفرج رابطة أبطال أوروبا، بالأخص مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي. يعني مقصودة أنهم يتجنبوا اللغط. شكرا جزيلا. ويبرر ذمته أيضا. بارك الله فيك. تبرير ذمة، وكأنه لما تقول الاتحاد الإفريقي مختطف، وكأنه من خلال هذا البيان التعسفي في حق السنغال وفي حق كل من جر عليه هذا الاتحاد الإفريقي، وكأنه أقام هذا البيان ليبرر ذمته من الهيئة الفعلية التي تتخذ هذه القرارات العشوائية. لأنه رانا داخلين في هيئة الهيئة المختطفة راهي باينة للعالم اللي هي الدمية موتسيبي، والآن الهيئة كأنه الهيئة المختطفة بررت ذمتها اتجاه الهيئة التي تتخذ القرارات الحقيقية. نعم. هنا مربط الفرس الأخ ميدو. نعم. نشاهد تغريدات. عاود أعطينا تغريدة لاعبي المنتخب السنغالي من ساديو ماني يوصلون إلى بقية اللاعبين. عاود أمين. The world knows the true champions. العالم يعرف الأبطال الحقيقيين. هذه القائد ساديو ماني. نعم. ثم بعدها الحاج مالك ديوف. المهم فهمنا الضحكة برك مالخة. نعم. هذا حبيب ديارة أيضا، صورة بالكأس بدون تعليق. صورة بالكأس. منتخب احتفل. الحاج مالك ديوف كتب ce trophée ça se gagne sur le rectangle vert mais pas par email. good night. أعطينا بابي تياو صورة بالكأس والميدالية. زيد أعطينا حمزة. إسماعيل صار تحت شعار والله مرة الدعاء. تحت شعار الكأس لن تعود. هذا إدريس غاناغي واحد من أعقل اللاعبين، كتب يقول الألقاب والميداليات كل ذلك زائل. اسمع لي أمين فقط. نعم. ما يهم حقا هو أن يتمكن كل مشجع من العودة إلى منزله، وهذا في إشارة إلى المشجعين السنغاليين.